السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة معانا جريمة غريبة فعلا، لأن أنا وبحضرها افتكرت إن صاحبة الجريمة دي بنت في العشرين أو في التلاتين، ولكن لما نلاقي سنها يعني داخل على 50 سنة وعندها 6 عيال، انت فاضية عشان تخوني؟ انت خلاص انت خدت كفايتك من الدنيا. جوزها نفسه عنده 62 سنة. انت محتاجة ايه من الدنيا؟ انت خلاص انت اعملي حاجة لاخرتك. طيب، القضية ديت حصلت في محافظة البحيرة، في مركز كفر الدوار، في قرية صغيرة في وسط الأرياف، في وسط الزراعات، اسمها كفر إيشو. الزوج عنده 62 سنة، اسمه عيد، راجل موظف. الراجل فضل حياته كلها شغله يعني مع حتة أرض صغيرة، لما بيجي من وظيفته آخر النهار بيزرع فيها وكده، ومن الصبح لغاية العصر هو في الوظيفة دي، يومه كله شغل. من حوالي تقريبا 5 سنين وبدأت مراته اللي اسمها هنية، اللي عندها 48 سنة يوم ما اتكشفت الجريمة دي. يوم ما اتكشف كان عندها 48 سنة، ولكن اللي حصل ده بقاله أكتر من 5 سنين، فبنتكلم إنها كانت لسه في بداية الأربعينات. اتعرفت في الأيام دي على مين؟ على ابن عم جوزها، واحد اسمه فايز عنده 54 سنة. ده شغال سواق. طول ما جوزها بره في الوظيفة بتخلي العيلة يطلعوا بره، أو هو لو حتى لو جه بصفة إن هو من العيلة بيقعد معاها. يعني في الأخبار كده كان بيجيب الشيشة بتاعته ويجي يحطها، يفضل يشرب طول النهار في البيت، وبعد كده بياخد بعضه ويمشي. بدأ الموضوع يتطور ما بينه وبينها لغاية ما بقى علاقة غير شرعية في مسكن الزوجية. الموضوع بدأ يتطور، بدأت تركب معاه العربية، بدأ يروح أماكن تانية. الموضوع ما بقى ما بينه وبينها خلاص علاقة حب بقى، وهو وهي مش هيستغنوا عن بعض، رغم إن معاها 6 أولاد. هي بقت جدة، بنتها الكبيرة متجوزة ومخلفة. هي جدة، انت عايزة ايه تاني؟ المهم، الست دي يعني جه معاها لغاية من حوالي سنتين. جوزها طلع على المعاش. فلما جوزها طلع على المعاش خلاص أصبح قاعد في البيت، فين وفين لما بيطلع، وهي برضو مش عارفة تخرج. طبعا المنطقة أرياف، إن هي علشان تروح تخش بيت عنده كتير، أو إن هو يشوف لها مكان تروح له، فالموضوع بيبقى صعب شوية. وهنا قالوا خلاص احنا مش عارفين نستغنى عن بعض. والراجل ده من يوم ما ساب الوظيفة بقى قاعد في البيت، مفيش غير بس ساعة آخر النهار في العصاري بيروح يشوف الغيط بتاعه. فاحنا لازم ناخد حل وموقف في الموضوع ده، نعمل ايه نتخلص منه. فالست دي على كلامها انها ذكية جدا، هي شايفة نفسها ذكية، بدأت تفكر وقالت له سيب لي الموضوع ده انا هرتبه لك انا. الست دي تعمل ايه؟ جه في دماغها طبعا موضوع المنوم. اول حاجة ان انا هديله منوم. طب بعد كده في النهاية شايفة هي كل الجرائم بتتكشف. قالت لا، ده انا في اليوم ده هفهم كل الجيران والولاد في البيت وكده ان ابوكم طلع مثلا مشوار بره او اي حاجة، اهم حاجة ان هو ما يكونش في البيت. هم كله فاهم ان هو مش في البيت، ونجيبه وهنعمل فيه حاجة هتعرفوها دلوقتي، حاجة اغرب ما تتخيلوا، حاجة بشعة. ست يعني غلبت ريا وسكينة. اللي حصل في اليوم اللي اتفقت فيه هي وفايز، جه جوزها من بره، تمام، مفيش اي حد من ولادها في البيت، كلهم بره، وابوهم برضو كان بره. فلما جه الولاد والجيران والكل في دماغهم ان الراجل ده مش في البيت، ان هو مسافر في مشوار بره. ايه اللي حصل؟ اول ما جه شربته العصير اللي فيه منوم، ولكن هي ما تعرفش ان اي منوم هي بتنفع تشتريه من اي صيدلية ده بيكون مهدئ مش منوم، ده الحقيقة بتاعه. اما ان هو منوم ينام بشكل طبيعي ده بيكون عايز مصادر، يعني دكتور يجيبه المستشفى، بيكون لازم بقرشته، الموضوع بيكون صعب شوية.
فالمهدئ ده دروخه ولكن ما نامش. وهنا ساعتها رنت على عشيقها اللي هو يبقى ابن عمه، يعني اتنين يعتبروا اخوات. جه ولقاه منعنس عايز ينام. قال له فيك ايه؟ قال له عايز ايه؟ حاسس دماغي تقيله شويه. راح جاي من ظهره وهي كانت جايبه الشال بتاعها، وراح لفه على رقبه عيد الراجل اللي عنده 62 سنه، وبدأ يشد. الراجل يرفص بتاع مفيش صوت، كاتمين صوته، ايدهم مع بعض هما الاتنين زي ما بيقولوا، واحد على الرقبة وهي كاتمة بقه، لغاية ما سلم خالص. شدوه هما الاتنين دخلوه أوضة النوم. تخيلوا يعني الناس في الحاجة دي بيشيلوه يرموه بره، لا ده هما من فجرهم شدوه كده هما الاتنين دخلوه أوضة النوم. حركوا السرير من مكانه، وكانوا محضرين كوريك وفاس، وبدأوا يفحروا في تحت السرير، وعملوا فحرة 2 متر لتحت. تخيلوا يعني 2 متر أطول من بني آدم هو واقف في الغوط بتاعها لتحت. جابوه رموه فيها، وهل يكتفوا بكده؟ لا، ده جابوا شكارتين أسمنت وشوية مية، وبدأوا يقلبوا ويصبوا عليه المونة دي لغاية ما عملوا خرسانة تحت على بعد 2 متر. يكملوا بقى ويجيبوا الرمل ويردموا عليه ويرجعوا الأوضة زي ما كانت، ولا أي حد يحس. وفعلا الموضوع محدش خالص كشفه، لأن الراجل بالنسبة لولاده إن هو راجل في مشوار بره. اللي حاصل مع الولاد إن هو والدنا غايب، نسأل عليه هو مرجعش ليه، ندور تليفونه مقفول. خلاص طبعا منطقة أرياف، فالكل عارف بعضه. قالوا احنا ما شفناهوش، احنا ما جاش هنا، لا هو مش عندي. طب هو راح فين؟ عدى حوالي شهرين لغاية ما بنته الكبيرة، طبعا بنته دي متجوزة، ف بدأت تحس ان في حاجة غلط. طب هو ممكن مثلا تاه، يكون حاجة حصلت له، ولكن هي مش متخيلة نهائي اي جريمة حد يكون عامل معاه حاجة، لان الراجل ده معروف بطيبته في البلد. فراحت اسم الشرطة وعملت محضر. فلما قالوا لها طب يعني تتهم حد، قالت ما تتهمش حد نهائي. هو انا حاسه ان هو ممكن يكون تاه او حاجه زي كده، ان هو جريمه وحد يعمل فيه حاجه، لا، استبعدت تماما. ولكن رجال الشرطه بالتحريات في المنطقه وبداوا يعني ينزلوا ويسالوا لغايه ما عرفوا ان في علاقه بين هنيه وفايز ابن عم جوزها. وهنا ربطوا الموضوع ببعض وخدوهم على اسم الشرطة، وبدأوا يتحققوا مع كل واحد لوحده. وهنا بدأوا يوقعوهم ويسألوا هنية، يقولوا لها ده فايز اعترف عليكي وهكذا والعكس، لغاية ما الاتنين بدأوا يقعوا واحدة واحدة لغاية ما اعترفوا. وخلصت القضية كلها، اتفكت، وراحوا للبيت وشالوا السرير وقالوا احنا دافنينه في المكان ده. ومحدش خالص كان يعرف ان الراجل مدفون في قلب بيته وعياله قلبين عليه الدنيا وبيدوروا عليه. تخيلوا. طبعا القضية ديت اتحكم عليهم هما الاتنين بالاعدام. القضية دي كانت في شهر مايو 2024 تحديد يوم 14. فقضية زي ديت يعني الزوجة دي قلبها ازاي جابها لكده؟ بعد ايه؟ بعد معاها 6 ولاد، هي جدة، عندها احفادها. بتفكري في ايه؟ عشيق ايه؟ فكري في اخرتك. فرسالة زي دي دي لكل واحدة، حتى لو انت شابة صغيرة، والله ما في حاجة مستاهلة. احنا ليه نعمل كده؟ يا ستي انت لو عجوزة وده عاجبك يا عم اتطلقي، قلناها 1000 مرة اتطلقي واتجوزيه. طبعا مش هتوصل لدي. هم بقى خايفة على منظرها. طبعا ازاي بقى انا في العمر ده اتجوزت وعملت؟ طيب شوفوا ماما منظرك وانتي على متعلقة في حبل المشنقة، وخسرتي سمعتك ودنيتك كلها، حتى مفيش كلمة حلوة تتذكر بعدك. وربنا يسترها علينا جميعا، واستنونا في الحلقة اللي جاية، ويلا سلام.